مستر سلطع بيتصرف بطريقه مختلقه النهارده. استخدم شاكوش كبير وشال حيطان مقرمشات سلطع خالص. سبونج بوب اتفاجئ، بس الموضوع طلع إن المطبخ بقى مفتوح عشان الزباين يتفرجوا على الطباخين وهم بيجهزوا الأكل. سبونج بوب حس بالارتباك، بس مستر سلطع شافه فنان بالفطرة وجهز له أوضة مخصوصة يستعد فيها. سبونج بوب استخبى جوه الأوضة لأنه كان مكسوف يواجه الجمهور، ومخرجش إلا لما مستر سلطع هدده بالاستغناء عنه، فرجع المطبخ يكمل شغله بجدية. من كتر دربكته سبونج بوب استخبى تحت جريل الطبخ ولمح كيس ورق فعمل بيها عروسة لعبة وظهر بيها قدام الناس. العروسة شيف بوب نالت إعجاب الزباين جدا لفقرتها المميزة. شفيق فضل يشتكي من الزباين، فالعروسة بقت تكرر شكواه، والموضوع ده بسط الناس وضحكهم. الزباين طلبوا من الشيف بوب يهزر معاهم فنفذ طلباتهم فورا، رغم ان سبونج بوب ما كانش راضي عن الاسلوب ده. الشيف بوب بقى ليه دماغ مستقلة وتحول لنجم كبير في قاع الهامور، ومستر سلطع عمل من وراه فلوس كتيرة. بعد شوية الشيف بوب طلب مكتب مستر سلطع مكانه، ومستر سلطع لما لقاه هيجيب فلوس وافق وخلاه جاهز في 5 دقايق. سبونج بوب شاف ان التصرفات دي زادت عن حدها، بس الشيف بوب كان مقتنع ان الضغط على الاخرين هو طريق الفلوس. شفيق كان متضايق ان افكاره اتسرقت، بس الشيف بوب اقنعه وطلعه معاه على المسرح عشان يضحك الناس عليه. سبونج بوب تدخل عشان ينقذ صاحبه، فالشيف بوب وجه الهزار لسبونج بوب ومسك لعبة ينافسوا بيها، ودخلوا في تحدي ومنافسة كبيرة على المسرح وسط دهشة الجمهور، لدرجة انهم دخلوا في وسط الالعاب مع انهم شغالين بنفس الجسم. خرجوا وظهروا تاني للناس. سبونج بوب مسك معلقة الطبخ وكمل التحدي، بس الشيف بوب غلبه بسرعة وكان عاوز يكسب التحدي تماما. سبونج بوب لقى الفرصة مناسبة وقفل على الشيف بوب جوه درج الكاشير وفضل يحاول يسيطر عليه. المنافسة والدربكة دي زادت عن اللزوم، فالزباين سابوا المكان ومشوا. مستر سلطع جاب آخره واستخدم عروسة تانية لينهي شغل الشيف بوب تماما، وشفيق لقى الفرصة عشان يرد اعتباره. في النهاية سبونج بوب اتعلم أهم درس: عمرك ما تحط إيد عروسة لعبة جوه درج الكاشير.